بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موعدنا النهاردة مع الدرس الثامن من دروس تكييف الهواء. هنتكلم النهاردة على الوحدات المجمعة. في البداية الوحدة المجمعة سميت بهذا الاسم لأن كلها مجمعة في مكان واحد، وبيبقى فيها شبه من تكييف الشباك. ليه؟ لأن عندي الضغط، المكثف، المراوح، الكلام ده كله موجود في مكان واحد، عشان كده بيشبهها بتكييف الشباك. يبقى وحدة التكييف المجمعة هي إحدى نظم تكييف الهواء التي تشبه بحد كبير إلى مكيف الشباك. سميت بهذا الاسم لأن جميع مكونات المنظومة يتم تجميعها داخل المصنع باستثناء شبكة توزيع الهواء. بيتم تجميع الأجهزة دي كلها في المصنع، بتبقى جاهزة للتركيب. طبعا بتتركب مثلا على الروف فوق الأسطح، وباخد مخرج الهواء اللي هو البارد ومرره في ضغط وأدخله في الغرف اللي أنا محتاج لنا أبردها أو أتحكم في درجة الحرارة بتاعتها. طبعا بيستخدم فين؟ بيستخدم في وحدات المختبرات، قاعات الطعام، المخازن، البنوك، المكاتب، المحلات الكبرى. يعني بيستخدم في الأماكن الكبيرة اللي بتبقى قدراتها ببقى محتاج يعني حاجات قدرات من 3 طن لحد 15 طن. نيجي بعد كده نيجي نقول او يجي لي سؤال يقول لي اذكر تصنيف الوحدات المجمعة. بصنفها على اساس من حيث الانشاء او طريقة تبريد المكثف او من حيث توزيع الهواء. من حيث الانشاء بيبقى عندي نوعين من الوحدات، اما وحدة مجمعة افقية او وحدة مجمعة رأسية. طيب من حيث طريقة تبريد المكثف بيحصل عنده او بنعمل عملية تبريد للمكثف عشان اقدر احول مركب التبريد من الحالة الغازية للحالة السائلة. طيب عندي نوعين من تبريد المكثف. في وحدة مجمعة بتبقى تستخدم مكثف تبريد هواء، وعندي النوع التاني بيبقى وحدة مجمعة اللي هي بتستخدم مكثف تبريد مية. يعني المكثف اللي موجود في الوحدة يا اما مكثف تبريد هواء او مكثف تبريد مية. طيب من حيث طرق او من حيث توزيع الهواء، بوزع الهواء عندي طريقتين لتوزيع الهواء. في عندي وحدة مجمعة بيتم فيها دفع الهواء خلال ممرات التوزيع، او عندي وحدة مجمعة بيتم دفع الهواء مباشرة داخل الحيز المكيف. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ طبعا انا لو عندي مكان بيبقى عندي فيه اكتر من غرفة، عايز اتحكم في درجة الحرارة فيها، او عايز اقلل درجة الحرارة او ازود درجة الحرارة، باخد الهواء البارد اللي جاي من الوحدة وادخله في ممرات هواء، وادخله في الغرفة الاولانية والغرفة التانية والغرفة التالتة. طب لو عندي مسرح مثلا او قاعة كبيرة، باخد الهواء مباشرة من الوحدة وبدخله في المكان المكيف. هو ده الفرق بين ايه حيث توزيع الهواء، لو انا عندي اكتر من مكان او لو عندي مكان واحد كبير. طيب ايه بقى مميزات الوحدات التكييف المجمعة وايه هي عيوبها؟ من مميزاتها مرونة التصميم، التحكم في درجة حرارة كل مكان على حدة. ان كل مكان ممكن بتحكم في درجة الحرارة، لان انا بزود كمية الهواء او اقلل كمية الهواء، وبالتالي بتحكم في كمية الحرارة. انخفاض تكلفة توزيع الهواء، البساطة، بساطة نظام التحكم، سهولة تركيب الوحدات. جميع المكونات طبعا بتبقى داخل مكان واحد، يعتبر ميزة. صغر حجمها بالنسبة لساعة التبريد المتوفرة. طب ايه عيوبها؟ العيب عندي هنا اذا كان المكثف تبريد مية فانه بيحتاج شبكة مواسير مياه وصرف وايضا بيحتاج برج تبريد. يعني انا لو عندي المكثف من النوع تبريد المية، بالتالي انا عايز اعمل شبكة مواسير اوصله ببرج تبريد عشان اقدر ابرد المية ديت اللي هتخش تبرد المكثف. تاني حاجة صعوبة وجود مكان لبرج التبريد، ويحتاج ايضا الى تكلفة انشائي. لو انا هستخدم مكثف تبريد مية يبقى انا محتاج لنا اعمل برج تبريد، وده طبعا بيبقى مكلف نوعا ما. تالت حاجة اذا كان المكثف تبريد هواء فانه بيحتاج الى وصلة كهربائية.
دي مش عيوب، هي دي حاجات بتلزمني لو انا هستخدم وحدات مجمعة. تصنيف الوحدات المجمعة احنا قلنا. نيجي هنا مكونات بقى وحدة التكييف المجمع. طبعا زي ما احنا عارفين المكونات اللي هي الدائرة الميكانيكية كلنا عارفينها. عندي الضغط بيبقى من النوع اللي هو محكم الغلق او نصف محكم، عندي ملف تبريد اللي هو المبخر، عندي الفلتر اللي عندي بقول عليه مجفف او مرشح لمركب التبريد، عندي هنا محرك مروحة طاردة مركزية اللي انا بدفع بيه الهواء على ملفات المبخر عشان ابرد الهواء وبالتالي ادخله داخل الضغط او ممرات اللي انا ادخل فيها الهواء البارد. عندي وسيلة تمدد، عندي صمامات الخدمة، عندي الفلتر اللي هو مرشح الهواء، عندي المكثف اللي هو بيبقى تبريد هواء او تبريد مية. اخر حاجة لو انا بقى عايز اعمل عملية تدفئة فانا بحتاج الى ملف تسخين، والملف التسخين ده اما يكون سخان كهرباء او مية سخنة او بلف عكس. طبعا المية السخنة بجيبها من بويلر اللي هو غلاية، ادخلها في مجموعة مواسير وبالتالي تبقى المواسير دي درجة حرارتها مرتفعة وبالتالي برفع من درجة حرارة الهواء. اختيار وحدة التكييف المجمعة بختار على اي اساس ايه؟ اولا بالنسبة اول حاجة بعرفها المساحة المطلوب تكييفها. عشان اجيب او استخدم وحدة تكييف مجمعة لازم اعرف المساحة اللي انا هكيفها. تاني حاجة حساب القدرة المطلوبة للوحدة، انا محتاج قدرة قد ايه، وطبعا ده بيكون بناء على ظروف التصميم الداخلية والخارجية. على الظروف الموجودة عندي، يعني بيجي الديزاينر عشان يشوف انا هركب وحدة مجمعة، طب انا لازم اعرف انا محتاج درجة حرارة جوه قد ايه، طب درجة الحرارة بره قد ايه. ما احنا مش هنجيب درجة الحرارة مثلا في القاهرة زي اسكندرية زي اسوان، فلازم اعرف درجة الحرارة بره قد ايه واحنا محتاجين جوه درجة حرارة قد ايه، دي عشان طبعا اقدر احسب القدرة المطلوبة للوحدة. عندي هنا شروط تركيب وحدة التكييف المجمع. ايه هي الشروط؟ اول حاجة الفحص الخارجي للوحدة قبل التركيب. بعمل فحص للوحدة قبل ما بركب. ايه هي؟ زي ايه؟ بيتم عمل فحص شامل للوحدة وتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. هل هي المواصفات اللي انا قلت عليها هي ديت اللي جات لي؟ تاني حاجة التأكد من سلامة الجسم الخارجي للوحدة، ان الجسم الخارجي بتاعي سليم. تالت حاجة التأكد من سلامة الأجزاء الموجودة في الوحدة. التأكد من مطابقة قدرة الوحدة للسعة المطلوبة. طيب بالنسبة بقى لشروط التركيب بالنسبة لتركيب الوحدة، أول حاجة لازم أتأكد ان أنا عامل قاعدة خرسانية مسلحة أو حديدية بيتم وضع عليها الوحدة. لو أنا هستخدم مكثف تبريد مية يبقى لازم توصيل المكثف ببرج التبريد، ده في حالة إذا كان المكثف مبرد بالهواء. تالت حاجة ربط مواسير التكثيف، ويجب مراعاة الميل لتسهيل انسياب الماء الخارج. اللي هنا بيبقى فيه مية بتتكثف فلازم اعمل درين او اعمل صرف للمية اطلعه للخارج. اخر حاجة التأكد من التوصيلات الكهربية قبل التشغيل. طب هنا بنتكلم على الوحدة القائمة بذاتها التي تحتوي على مكثف تبريد مية. طبعا بيدخل الهواء المسحوب من الغرفة من خلال الموجهات السفلية، بدخل الهواء من اسفل وبالتالي بيعدي على ملفات المبخر بيتم تبريده وبخرجه من اعلى فين للمكان اللي انا عايز اعمل له عملية تبريد. هذا النوع من الاجهزة بيحتاج الى توصيلات المواسير تحمل الماء البارد الماء لتبريد المكثف. طبعا انا بتكلم على الوحدة القائمة بذاتها ديت اللي انا عندي المكثف هنا تبريد مية. تبريد مية يعني انا محتاج يبقى فيه برج تبريد، وبالتالي يبقى فيه وصلات من برج التبريد للمكثف. طبعا باخد المية الباردة من برج التبريد بدخلها على المكثف عشان ابرد بيه المواسير. يبقى توصيلات المواسير اللي تحمل الماء البارد لتبريد المكثف اللي هي جاية من برج التبريد. وطبعا بيبقى لازم يكون في مواسير صرف المياه المتكثفة نتيجة مرور الهواء على مواسير المبخر. لما بيمر الهواء هنا على مواسير المبخر هنا بيتكثف بخار مية وبالتالي بيتحول
لمية، وبالتالي لازم اعمل له صرف او درين اطلعه للخارج. طيب ايه هي بقى المكونات الاساسية لدائرة التبريد اللي تحتوي على مكثف تبريد مية؟ وايه هي المكونات الاساسية لدائرة التبريد اللي تحتوي على مكثف تبريد هواء؟ هو الفرق هتلاقيه بسيط جدا، هي الاجزاء هنا هي نفس الاجزاء هنا، بيختلف حاجة بسيطة وهو المكثف وطريقة تبريده. هنا وحدة تكثيف تحتوي على ضاغط ومنه محكم الغلق، ويحتوي ايضا على المكثف الذي يبرد بالماء. عندي طبعا لما ده مكثف تبريد مية وبالتالي عندي برج تبريد لتبريد المياه المكثف. تالت حاجة عندي مروحة طاردة مركزية تقوم بسحب الهواء من الغرفة. بسحب الهواء من الغرفة عن طريق مروحة، وبتكون مدافعه على مرشح هواء عشان اقدر انقي الهواء، ثم تدفعه على ملفات المبخر لتبريد الهواء، وايضا بعد كده بيتم دفعه مرة اخرى داخل المكان المراد تكييفه. اخر حاجة المبخر هو من نوع المزعرف. نفس المكونات هنا هي نفس المكونات هنا باختلاف المكثف. يعني هنا برضو بقول وحدة تكثيف تحتوي على الضغط ومن نوع محكم الغلق، ويحتوي ايضا على المكثف الذي يبرد بالهواء. طبعا هنا مش هقول برج تبريد لان عندي مكثف تبريد هواء. تاني حاجة عمل ممرات هواء بالنسبة للهواء البارد القادم من اللي قادم من الخارج عشان اقدر ابرد ايه بالمكثف. انا مكثف تبريد هواء، يبقى بالتالي بستخدم مروح عشان اسحب بيه الهواء من بره، امرره على مواسير مكثف عشان يحصل عملية ايه تبريد للمكثف. هنا بيتم وضع وحدة تكثيف لخارج المكان وربط الوحدة الداخلية والخارجية مواسير تانك المركب بالتبريد. عندي هنا مروحة طاردة مركزية تقوم بسحب الهواء. بسحب الهواء وبدفعه على ملفات المبخر وبدفعه داخل المكان المراد تكييفه. اخر حاجة المبخر هو من نوع المزعنف. نيجي بقى لدورة الهواء للوحدة القائمة بذاتها. دورة الهواء بتتم ازاي؟ طبعا لازم يكون المكان مجهز بمجاري هواء او ضغطات، لأنا اخد الهواء البارد من الوحدة وادخله في المكان الاولاني، المكان التاني، المكان التالت، او الغرفة الاولانية، الغرفة التانية، الغرفة التالتة. يبقى لازم يكون المكان مجهز بممرات هواء عشان اقدر اوزع الهواء في جميع مناطق المكان المراد تكييفه. تاني حاجة بحتاج لأنا اعمل خلط للهواء الراجع من الغرفة مع الهواء الخارجي وادخله على الوحدة عشان يعمل له عملية معالجة. طب انا بعمل الكلام دوت ليه؟ طبعا بعمل الكلام دوت بغرض تجديد الهواء وخفض تكاليف التشغيل. نيجي بقى التكييف المركزي اللي هو التبريد بالمياه المثلجة. ده عندي بيبقى اكتر من دايرة موجودة. بيبقى عندي في دايرة الفريون ودايرة المية المثلجة وعندي دايرة المياه تبريد المكثف. 3 دوائر هنتكلم عليهم دلوقتي. وحدة التكييف المركزي بالماء المبرد، طبعا دي بتبقى اكتر وحدات بتحتاج ساعات كبيرة او موجود بيها ساعات كبيرة. بتعتمد نظرية عمل هذا النظام على استخدام المياه المبرد كوسيلة تبريد للهواء الذي يدفع باردا داخل المكان، ويستخدم في الاماكن الكبيرة كالمستشفيات والمباني الادارية والفنادق. معنى الكلام ايه؟ عندي التكييف المركزي اللي هو بالنسبة اللي هو كان بيستخدم هواء بس. انا كنت ببرد الهواء عن طريق المبخر، وباخد الهواء دوت بدخله داخل الاماكن اللي انا محتاج ابردها. اما التبريد هنا بالمياه المثلجة لا، الوضع بيعمل ايه؟ انا المبخر عندي بيعمل على تبريد مية اللي هي المية الباردة، بيعمل على تبريد المية الباردة، وباخد المية الباردة ديت ادخلها حاجتين، يا اما ادخلها داخل مواسير في كل غرفة، وبالتالي بيبقى عندي مواسير باردة في كل غرفة لما بحط عليها مروحة بتدفع لي هواء بارد، او اخد المواسير الباردة اللي بيمشي فيها المية ديت ادخلها داخل نفق او وحدة مناولة هواء وبدفع عليها هواء، وبالتالي بيتم تبريد الهواء، وباخد الهواء ده ادخله في كل غرفة. يبقى انا عندي هنا 2 وسيط للتبريد. عندي بستخدم الهواء والمية، ببرد المية والمية هي اللي بتبرد الهواء. دوت تبريد بالمياه المثلجة.
زي ما احنا قلنا اهو، يوجد منها نظامين، الاول والثاني. الاول استخدام وحدة مناولة هواء، اللي انا باخد مجموعة مواسير الباردة بدخلها داخل وحدة مناولة هواء، وبمرر عليها الهواء البارد فبيتم تبريد الهواء، وبمرور الهواء على مواسير المياه الباردة ويتم دفع الهواء البارد في مجاري هواء ودفع داخل المكان أمر تكييفه. النظام التاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو دفع المياه المثلجة في أنابيب ومرورها في ملف بداخل كل غرفة، ويتم دفع الهواء على الملف فيتم تبريد الهواء ودفعه داخل الغرفة. هنا هنتكلم على النظام الأول بس، اللي هو أنا بستخدم وحدة مناولة هواء، بيبقى وحدة موجود فيها ملف تبريد اللي هو المية، وهوريه لكم دلوقتي اللي هو ده. عندي دايرة تبريد عادية اهي زي ما احنا شايفين، ضاغط بطلع على خط الطرد على مكثف، واجي هنا على خزان، بدخل هنا على المبخر. في المبخر هنا بيتم تبريد المية، باخد المية ديت عن طريق طلمبة، بسحب المية ادخلها هنا داخل ملف موجود في وحدة مناولة الهواء. يبقى الملف اللي هنا ده بيمشي فيه مية باردة، وبالتالي لو دفعت عليه هواء هبرد الهواء. طب ده المكان المراد تكييفه، باخد منه الهواء وباخد هواء من الهواء الخارجي، بعمل عملية خلط بين الهواء ده والهواء ده، ادخله على امرره على ملف التبريد، وبالتالي هيتم تبريد الهواء. وعن طريق فان بيتم سحب الهواء وادخله داخل المكان ده، وادخله داخل المكان ده، وادخله داخل اكتر من مكان. ديت وحدة مناولة الهواء. طبعا بتبقى موجودة هنا عندي مرشحات، وعندي مروحة، وعندي ملف تبريد، وعندي ملف تسخين، في حاجات كتير على حسب العملية اللي انا عايزها. بمرر الهواء وبالتالي بيتم معالجة الهواء. النظام الاول للتكييف المركزي هو استخدام وحدة مناولة هواء ومرور الهواء على مواسير المياه الباردة، ويتم دفع الهواء في الهواء البارد طبعا بعد ما مروره داخل مجاري هواء ودفعه داخل المكان المراد تكييفه. طب عندي زي ما قلت في 3 دوائر. نيجي للدائرة الأولانية، هي دائرة التبريد الميكانيكية. الدائرة اللي هي العادية خالص، اللي أنا بيمر مركب التبريد من الضغط للمكثف الانتشار للمبخر، الدائرة اللي احنا عارفينها ونظرية العمل اللي احنا حافظينها كلنا. الدائرة التانية اللي هي دائرة الهواء، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي انا الدائرة اللي بتتم داخل وحدة مناولة الهواء بواسطة مروحة مثبتة في وحدة في ممر هواء، اللي هي وحدة مناولة، تعمل على سحب الهواء الخارجي والهواء الراجع، وامراره على فلتر عشان انقي الهواء، ثم يمر على ملف التبريد فيتم تبريد الهواء، ويتم دفعه في مجاري ليصل لأماكن المراد تكييفها. تالت دايرة اللي هي دايرة المياه المبردة. دايرة المياه المبردة احنا قلنا عندي دايرتين، دايرة الميكانيكية ودايرة الهواء اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي موجودة في وحدة مناولة الهواء. عندي بقى بعد كده اللي هي دايرة المياه المبردة، اللي هي المياه اللي انا باخدها من المبخر. هنا بتعمل مضخة على سحب المياه الباردة من خزان المبخر، وتقوم بدفعه الى ملف التبريد الموجود في وحدة مناولة الهواء، ليتم تبادل حراري بين مواسير المياه الباردة والهواء المار عليه، فيتم تبريد الهواء ورجوع الماء الساخن الى الخزان اللي هو المبخر ليتم تبريده مرة اخرى. دي ال3 دوائر اللي احنا موجودة في التكييف المركزي، دائرة الميكانيكية ودائرة الهواء، واخيرا دائرة المياه الباردة. اتمنى لكم الدرس بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.